تعتقد في ظهور السيدة مريم؟ لم نعبدها ولكنها هي وسيلة بتوصلنا لربنا. قضية ظهور السيدة مريم العذراء بهذه الهالة، هل ده عشان مشاكلها الداخلية وحتى تثبت لكل المسيحيين أنها هي التي تمثل المسيحية فعلا؟ ايوه، لان ده هو اللي بيقولوه، هم نفسهم بيقولوا ان احنا مستهدفين، والاحصائيات بتقول كده فعلا. طيب خش الكنائس الانجيليه شوفها النهارده مليانه بالناس، ما كانتش كده قبل كده. وهل يمكن ان يصنعوا هذه القضيه؟ لا انا ما قلتش بيصنعوها، انا قلت الشيطان اللي بيصنعها بصلاح من الله. عشان يرجعنا للكنيسه، وقلت بدل الشاهد 10 شواهد من الانجيل. طيب انتم بموجب هذا الكلام قسيوسوس تتحالفون مع الشيطان، عاوزين تغطوا على مشاكل داخليه وفقا لكلامه، تغطوا على مشاكل داخليه وتثبتون للعالم المسيحي انكم تمثلون، او للعالم كله انكم تمثلون المسيحيه، بدليل ان السيده مريم العذراء تظهر عندهم. ولما العذراء ظهرت عند الكاثوليك وقالها الدكتور رفيق جريش في تصريح، كان برضه عايز يلفت النظر للكنيسه الكاثوليكيه ان العذراء بتظهر عندهم. ده اختراع يعني ليست ملكا لاحد يعني. ده اخترعه الدكتور رفيق جريش ولا اخترعه الفاتيكان؟ اقول ليه ما بتظهرش في الكنائس الانجيليه؟ ليه ما بتظهرش في الجوامع؟ لان لا الكنائس الانجيليه بتعبد العذراء ولا الجوامع بتعبد العذراء. فابليس مش هيتحالف مع دول. ابليس هيتحالف مع الكنائس اللي بتعبد العذراء، لان ده بيخدم. وابليس هيتحالف احنا مش مقتنعين احنا عايزين كلام يا استاذ. يا استاذ الكنيسه هيعمل معاهم عقد اتفاق ازاي؟ يعني وعملنا معاهم اتفاق. يا بايه يا استاذ؟ يا بايه؟ يخلينا نروح يخلينا نعبد ربنا. الشيطان اتجنن. ده الكتاب بيقول لك يا استاذ كل مملكه تنقسم على ذاتها تخرب. لو الشيطان النهارده انقسم على ذاته يبقى ضيع نفسه. الكنيستين اللي بتسمي العذراء والدة الإله هم الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، وهذا اللقب مرتبط في أذهان القدماء والدة الإله بالذات بالألوهية والعبادة، زي ما كانوا بيعبدوا إيزيس والدة الإله حورس، ورثوا هذا اللقب بمضمونه اللي بيحمل الألوهية. ومن ساعة ما دخل هذا اللقب في الكنيسة دخلت معبدة العذراء. وبيأكد الكلام ده الأب متى المسكين مش حنين، بيقول إن احنا لما رجعت أشوف التسابيح والعبادة للعذراء في الكنيسة لقيتها رجعت للقرن الخامس بالتحديد. وفي هذا القرن البابا اللي كان موجود هو البابا كرولوس الأول اللي بيلقبوه زورا بعمود الدين، لقب العذراء بوالدة الإله. ومنذ ذلك الحين دخلت عبادة العذراء والتسابيح كلها. 5 قرون أو 4 قرون الكنيسة ما كانتش تعرف صلوات للعذراء ولا عبادة للعذراء. من القرن الرابع ابتدت تعبد العذراء بعد ما لقبوها رسميا في الكنيسة بوالدة الإله. هذه الكنائس صديقة الشيطان، والشيطان بيأيدها. لو احنا النهارده اصدقاء الشيطان ليه ربنا ساكت علينا يعني؟ لو انت بتقرا الانجيل هتعرف اللي انا بقوله. الانجيل اللي بقراه يا استاذ، انا اكتر واحد بقرا الانجيل يا استاذ. ده انا راجل انجيلي يا استاذ. انت ما قلتش انت بتقول ايه اللي مستند عليها؟ انت عميل للشيطان، سامحني مش عايز هو ده اللي انت شاطر. لا شاطر ايه يا اهرب من الموضوع واتكلم على الحنين. الكنيسة انت بتقول انه الكنيسة بتضخم هذا الظهور، فكرة التوظيف يعني ان الكنيسة توظف هذا الظهور لمصالحها الخاصة، عاوز تقول كده في النهاية يعني؟ لان في مصالح مادية تانية. ايه بقى اي كنيسه بيحصل فيها ظهور شوف حساباتها وتمويلها قبل الظهور ايه وبعده ايه. ليه الناس بتدفع؟ طبعا بتروح بدل ما يدفعوا الصدقات لله زي ما الكتاب بيقول بيروحوا يدفعوا للعدل. قسيوس هو دخل المسألة في قضية هو يعني تعبان، هو تعبان مش لاقي حاجه يستند اليها. اركن حنين على جنب. انا مقدر ظروف، انا مقدر ظروف. طيب هو ارجع لحضرتك، خلينا بس نتكلم عن الاستخدام المالي للدين. هو عاوز يقول لك انه انتم تصنعون هذه الاسطوره
حاجه حتى تستفيد منها الكنائس ماديا. اقول لحضرتك على حاجه، حتى تتدفق الاموال والتبرعات. اقول لحضرتك على حاجه، النهارده افرض ان واحد دخل حط جنيه في الصندوق، هل الجنيه ده انا بستفيد منه في ايه؟ إذا كنت بستخدمه في مشروعات الكنيسة تخدم ربنا وتمجد ربنا. هل بتكسبوا ماديا من قضية ظهور السيدة مريم العذراء، بمعنى إنك هتستفيد منها، هتتدفق عليكم بعض الأموال والتبرعات؟ ما حدش بيقول هتحطوها في جيوبكم بنكسب يعني. طبعا، لكن هتتدفق على الكنائس. بتكسبوا منها. بنكسب. الناس بتحط فلوس في الصندوق، ما نقدرش يعني التبرعات بعد الظهور بتزيد. احنا لغايه دلوقتي ما شفناش تبرعات. نرجع شوف كنيسه الزيتون كانت حالها قبل الظهور ايه وبعد الظهور ايه. هو وجهه نظر الدكتور حنين عبد المسيح بيقول انه الكنيسه عندها مشاكل داخليه وعايزه تثبت انها الكنيسه الاصح. ففي جانب سياسي يعني متعلق بالتوظيف السياسي للقضيه، وفي او التوظيف الديني والسياسي للقضيه، وفي جانب التوظيف المالي والتوظيف التجاري، انك بتكسب ماديا من هذا الظهور. يعني قبل بيقول كان حاجة، بعد شوف الأموال اللي هتتدفق عليكم. الحمد لله. دي تزعلنا في إيه دي؟ الحمد لله. الحمد لله. طب إيه اللي يزعل إنه الكنائس تتدفق عليها الأموال والتبرعات طالما انهم مش هيحطوها في جيوبهم؟ انت حضرتك بتقول لي ليه الكنيسه بتحط يعني منظار مكبر عداء وتضخم الامور ليه؟ فبقول لك لان من ورا كده بيحصل مصالح ماديه، بيحصل ان بيعتقدوا ان دوت بيسند العقيده بتاعتهم في مواجهه عقائد الاديان الاخرى وعقائد الطوائف المسيحيه الاخرى. البعض بيقول ما انت لو لعبت بالليزر ممكن تصنع صور من الليزر بياتي باشكال منتظمه، لكن الشكل نفسه بيتشكل من نفسه زي ما حضرتك شفت المنظر اللي شفناه العذراء هي بتعمل كده. يعني دي الليزر مش لازم يجيب شكل منتظم، لكن مش هيجيب شكل يتحرك. عشان كده الناس كانت بتقول بص شوف العذراء بتعمل ايه، بيمجدوا ربنا ويقولوا بص شوف العذراء بتعمل ايه. ادي موقف فيه حضور الله وفيه تمجيد الله. بس مضايقاه الكلام. هو ده طيب هو يعني خلينا نقول بس يا جماعه مش بداية. هو بيقول انه يعني وصلت الحاله الى حاله من استخدام الالفاظ السوقيه والفاظ تعبر عن التشجيع في مباراه كره القدم يعني. فهو بيقول انه المساله تحولت الى هزل والى هزار. ده الطبيعي بهذا الهتاف يعني. ده الطبيعي وده اللي يناسب الموقف دوت. اقول لحضرتك لما ظهرت في الوراق الكلام اللي بيتكلم عليه ده في الوراق منطقه شعبيه جدا وريفيه جدا، وتكاد ان تكون افقر منطقه في القاهره. الوراق انا كنت فالعايز الناس اللي فيها وفيها صيادله ودكاتره ومهندسين. فحضرتك عايز الطبقه الفقيره هتقول ايه؟ انا مش بتهم ناس. الطبقه اللي هي بتبيع وتشتري وكده، يعني هي ده الاسلوب بتاعها. لا هو يعني التعامل الديني يعني لا يتطلب استخدام مصطلحات من هذا النوع. هو بيقول ان هو عاوز يقول انه الناس خدتها بهزار وبهزل، بدليل ان لما ظهرت في اماكن تانية زي الزيتون او زي ماري مرقص في اسيوط ما حصلش الهزل ده. ما حدش قال بصوا شوفوا العذراء بتعمل ايه. ثقافه منطقه. انا عايز اضيف حاجه. دي ثقافه منطقه. الكلام ده كان يوم الظهور بالليل، اول يوم كان متجمع ناس بالصدف بعد الرؤيه والتجلي. بدايه من يوم الجمعه اللي هو موافق 11/12 ابتدينا نحط سماعات كبيره وبنرنم فيها وبنسبح فيها من 7 مساء حتى السابعة صباحا، ترانيم وتسابيح سماوية. أما اللي اتقال ده اتقال بالصدف كده زي ما بيقول الأستاذ. أصل ده هتاف مشجعين رياضيين يعني. بصوا شوف الآلي بيعمل ايه. ده كان بالليل الساعة 1 مع ظهور التجلي وفرحة الناس، لكن من يوم الجمعة حطينا سماعات في الشارع. الناس انها تعمل هتافات شعبيه تقليديه يعني. بص شوف العذراء بتعمل هتاف شعبي تقليدي يعني. لما يكون في حاجه من الله وحضور الله ظاهر فيها وواضح فيها، لازم بيبقى المشهد فيه احترام وفيه توقير
مش هتافات من الرعاع ومن السوقه. بص شوف العذراء بتعمل ايه، العذراء دي بتلعب معاهم. هو ده احترام العذراء اللي بيتكلم عليه القسيس. انا لاني بحترم العذراء وبحبها ما بروحش في المهازل ديت. انا العذراء بتمثل بيها، كانت بتحفظ كلام الله في قلبها، وانا بحفظ الانجيل في قلبي اللي بتكلم بيه من اول الحلقه اللي ما ذكرش ايه واحده منه. يعني هو العذراء جت اشتكت له وقالت له انا زعلت من الموقف ده، بس انا عايز افهم يعني اذا كانت العذراء حبت الناس البسيطه دي، بيقولوا لها بص شوف العذراء بتعمل ايه.